عسلامة. اليوم باش نهزكم لزيارة خفيفة للمسجد الألطاف الموجود في باب بحر في تونس العاصمة. هو مسجد وخلوة سيدي بوسعيد، هو من مساجد الصلوات الخمسة رمزية لتونس العاصمة، ويعتبر أقدم المساجد المبنية خارج أسوار المدينة العتيقة ومن أصغرها مساحة. يعود تأسيس المسجد هذا لبداية العهد الحفصي، ويقال أنه كان خلوة للولي الصالح سيدي بوسعيد الباجي المتوفي عام 1230 ميلادي. يتميز المسجد هذا بواجهة مزينة بالزليز التقليدي يرجع لعام 1924 أو كما ريتوا في التصاور، والاستعمار الفرنسي ما مسش المسجد هذا حتى بعد ما بنى البنايات اللي بجنبه. في عام 2019 عملوا له ميضة، والمسجد هذا هو الوحيد الموجود في الشارع الرئيسي في العاصمة، رغم أنه مساحته ما تسمحش بأكثر من 30 مصلي. وهوكا كما تشوفوا المسجد هذا موجود في شارع فرنسا تحت لزركات بجنب مجازان جنرال. إن شاء الله تكون زيارتنا خفيفة وأفادتكم. نتلقاو في دورة أخرى إن شاء الله. بسلامة.